اختار الذكاء ولا الجمال؟ انا جميله اصلا. هختار الذكاء عشان انجح في الامتحانات. ماما انا رايحه الامتحان. امتحان؟ يا بنت انت اغبى واحده في العيله، هتروحي تعملي ايه؟ لا ما تقلقيش، ان شاء الله هحل كويس وهبقى اشطر واحده في العيله دي وهتشوفي. باي. كاميليا جت؟ انا هو يا مس. انت عارفه ان عندنا امتحان رياضه النهارده؟ انا عارفه. هي دي جايه تعمل ايه؟ انا سمعت ان عيلتها كلها اغبياء. ما شفتهاش نجحت مرة في امتحان. محدش ليه دعوه بيا. انا هوزع الورق، مش عايزه حد يبص على اللي جنبه. انا خلصت. في مفاجاه، كاميليا هي اعلى واحده جابت في امتحان الرياضه. ايه ده بجد؟ على فكرة انا شفتها بتغش من آية. ايه ده؟ الكلام ده حقيقي؟ لا طبعا. طب خلاص، عشان نتاكد انا هعمل للكل امتحان فيزياء حالا. قدامكم نص ساعه بس. اوكي. انا خلصت يا مس، اول واحده. وانا خلصت. انت فاكره يا حبيبتي ان انا هسيبك تطلعي الاولى وانا التانية؟ على فكره انت اكتر واحده عارفه ان انا ما غشتش، وهتشوفي مين اللي هيطلع الاول. كاميليا الاولى في امتحان الفيزياء. ايه ده انت بجد؟ فعلا ما غشتيش. وعندي ليكي مفاجاه، الوزير قرر ان هو يغير لقب العيله بتاعتنا. مش معقول ماما، مش هتصدقي اللي حصل. انا طلعت الاولى في امتحان الرياضه والفيزياء، وزير المدرسه قال لي ان لقب عيلتنا هيتشال. يعني لقب الاغبياء هيتغير؟ ايوه. ومعرفتيش ايه اللقب الجديد؟ مش عارفه، هيظهر بعد شويه. ايه